سعي إدارة الزمالك لتفادي تكرار سيناريو إمام عاشور مع ثنائي الفريق وموقف أحمد عيد النهائي. أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق والإعلامي المقرب حاليا من إدارة النادي، حسم خلال تصريحاته الأخيرة مصير اللاعب أحمد فتوح من الكلام عن عروض يونانية جاءت للاعب خلال الفترة الأخيرة. ميدو عبر تصريحاته الأخيرة أكد على عدم تواجد أي عروض خارجية لأحمد فتوح سواء من اليونان أو من غير اليونان. ميدو أيضا في خلال تصريحاته أكد أنه سيتم تقديم عرض جيد من أجل تجديد عقد الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي، وذلك عقب البطولة العربية. ميدو أيضا أكد أنه سيتم وضع كامل الاعتبارات في هذا العرض من حيث المستوى وما يقدمانه مع الزمالك، وأيضا على أساس أنهما لاعبين دوليين في منتخب مصر. ميدو شدد أن الزمالك سوف يتفادى خطأ إمام عاشور من خلال ملف التجديد لأحمد فتوح ومحمد صبحي. كما تحدث أحمد حسام ميدو عبر تصريحاته عن مصير اللاعب أحمد عيد الظهير الأيمن للزمالك والعائد من الإعارة مع نادي إنبي. ميدو أكد أن موضوع عيد منتهي وأن أحمد عيد وقع فقط على عقد الإعارة ولم يوقع على أي عقود أخرى، وإذا كان إنبي يريد شراء اللاعب كان لابد أن يجعل اللاعب يوقع على عقود جديدة، وهذا وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدا أن أحمد عيد سوف يعود للزمالك من أجل استكمال موسم واحد في عقده متبقي ثم يتم بحث مصير اللاعب بعد ذلك.